أعزائي المشاهدين، شوط الخامس ينطلق بعون من الله وتوفيق خاص بالإبكار. المسافة المقررة هي 1500 متر. شوط يحمل شعارات مميزة، أصالت وجالت وسجلت حروفا من ذهب. إذا نذهب مع المركز الأول ومع الظبي سعيد بن سالم الحبسي، هو من انفرد بهذه الانفرادة المميزة. بينما المركز الثاني الظبي عوض بن حميد الهديوي في ثاني المراكز، وغير إلى المركز الأول وانطلق بانطلاقة الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث أرى القدوم من الظبي أحمد بن حميد الهديوي في ثاني المراكز، ولكن عود إلى المركز الأول والسيطرة والقيادة والريادة مع الظبي عوض بن حميد الهديوي، هو من سيطر بهذا السيطرة، بهذه الانفراد، بهذه العروض، بهذه التحديات. لكن الحبسي، شوف الحبسي ما شاء الله، الظبي سعيد بن سالم الحبسي هو من انطلق بهذا التحدي المثير مع المركز الثاني. المركز الثالث أتتنا في الأمتار الأخيرة، ها هي الشاهنية عايض بن سيف الحبسي لمن الفوز والانتصار. المركز الرابع مع الظبي أحمد بن حميد الهديوي. لكن أعود إلى مقدمة الشوط. الله، ها هي الظبي كالظبي في مقدمة الشوط بالمركز الأول، والعصم غروزة في الأبطال بدون أوامر. عوض بن حميد الهديوي مشكور، ولكن من اليسار ومن اليمين الله 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 شاهنية عايض بن سيف الحبسي. والمركز الثالث مع الظبي سعيد بن سالم الحبسي، لكن الهديوي ما زال صامد بالمركز الأول بالتحدي المثير. حرك اللالي وروح في مقدمة الشوط مع الظبي. الله الله، راحت بالناموس، راحت بالانتصار مع المحاولات الجادة من الظبي سعيد بن سالم الحبسي، وايضا عايض بن سيف الحبسي، لكن راح بالناموس، راح بالانتصار، راح بالفوز، راح بالتحدي مع هذا الشوط. الله 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 الله. اذا الظبي عوض بن حميد الهديوي اشكرك على هذا التحدي المثير الى خط النهايه، الى الناموس، الى الفوز والانتصار. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. الثاني مع سعيد بن سالم الحبسي، والمركز الثالث مع عايض بن سيف الحبسي. والتوقيت يا مخرجنا، إذن التوقيت ما شاء الله 2:06 جزء من الثانية. تهانينا المالك الظبي عوض بن حميد الهديوي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس.